مساء الخير حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فين عشاق القلقاس بقى يحضروا في الفيديو ده ليكم. الفيديو ده بجد مهم جدا، فيه كل المعلومات عن القلقاس. هنعمل القلقاس وازاي يطلع معانا باللون الجميل الفاتح ده، وكمان هنقول ازاي نشتري القلقاسة الحلوة، وطريقة سهلة جدا لتقشير وتقطيع القلقاس بكل سهولة. وكمان هنشوف هنفرزه ازاي، وكمان هنعمل الخضرة بتاعته ازاي بنحمرها، وازاي كمان هنخزنها. يعني من الاخر كل حاجة عايزين تعرفوها عن القلقاس هتكون في الفيديو ده. موسم القلقاس اليومين دول، وطبعا كله بيعشق القلقاس، فهنعمله مع بعض. كمان هيطلع معانا ازاي بالشكل الجميل ده وباللون الحلو ده والخضرة الناعمة دي. كل الحاجات دي هنعرفها في الفيديو. حط بقى لايك للفيديو ويلا بينا ندخل نشوف على طول. اول حاجة لما نيجي نشتري القلقاس تجيب القلقاسة اللي هي المدورة، ما تجيبيش الطويلة. في قلقاس بيكون الطويل ده ما تجيبهوش عشان مش بيستوي. تجيب القلقاسة اللي هي المدورة واللي يكون لونها بامبا كده وتكون طرية مش ناشفة. يعني في قلقاس بتلاقي القشر اللي بره ده بني وناشف كده، لا ده ما تجيبهوش. تجيبي اللي هو يكون كده طازة ومن فوق كده لونه بامبا كده. هنا القلقاسة الكبيرة ده انا هقطعها معاكم، والصغيرة طبعا سهلة. احنا لو مسكنا القلقاسة دي وقعدنا نقشرها كده بالسكينة هتزحلق معانا وهتغلبنا في التقشير. فانا بروح عاملة ايه بقى، جايبة سكينة كده كبيرة ومقسمة القلقاسة زي ما هي بقشرها. يعني بقسمها نصين، وبعد كده كل نص بقسمه على اربع كده زي ما انتوا شايفين. دي هتسهل معايا قوي في التقشير. يبقى وهي كده بقشرها هنقطعها شرايح. قطعيها يعني زي ما تيجي معاكي، اي قطع زي ما تيجي معاكي، بس ما تكونش رفيعة قوي عشان تعرفي تقطعيها بعد كده. هنا بقى شايفين طريقة التقشير بقت سهلة خلاص. انا باخدها كده شرايح، يا دوب شريطة واحدة اللي بقشرها بالسكينة. يعني في ثواني لو عندك كمية قلقاس هتخلصيها بكل سهولة بمجرد ما قطعتيها. التقشير هيكون سهل جدا. بعد كده باخد كل شريحة وبقطعها صوابع، وبعد كده مكعبات متوسطة، مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي. فكده خلاص يعني القلقاسة الكبيرة اتعملت معانا بكل سهولة. الصغيرة بقى هتمسكيها وتقشريها عادي زي البطاطس كده، ما فيهاش مشكلة يعني. انا هقطع القلقاسة الكبيرة دي وهشيلها يعني هخزنها، والصغيرة هعملها معاكم. بعد ما قطعت القلقاس كده رحت غسلته كويس قوي تحت الحنفية الاول بمية سخنة وبعدين بمية ساقعة لما بقى معايا فلة كده زي ما انتوا شايفينه. انا من مدرسة ان احنا بنغسل القلقاس، يعني مش بحب الطريقة اللي هو مش بيتغسل. فطبعا بس دي حرية شخصية، كل واحد زي ما متعود وزي ما بيحب. انا خدته تحت الحنفية، غسلته الأول مرة بمية سخنة عشان تحوش التلزيقة وأي حاجة فيه مش نظيفة، وبعدين بمية ساقعة شطفته كويس قوي لغاية ما بقى معاكم حلو كده. حطيته في مصفى تصفى شوية. بعد كده جبت فوطة نظيفة من بتاعة المطبخ واتأكدت ان انا نشفته كويس، عشان ده يعني هشيله في الفريزر، فاتأكد ان هو مفيهوش مية. كده تمام. شايفين بقى يعني قشطة كده. هروح ده على طول كده شايلاه في الفريزر. كده لو انتي هتخزني هتغسليه كده وتنشفيه وتشيليه في الفريزر. نيجي بقى للخضرة بتاعته. ده شكل السلق لو حد ما يعرفهوش، وكزبرة خضرة. يبقى سلق وكزبرة. انا هنا جايبة حوالي 3 حزمات كده من الكزبرة وحزمتين من السلق. الكزبرة بقطع العيدان بتاعتها مش بحتاجها، وببدأ كده من اول الورق وبقطعها كده ناعم بسكينة معاكي تكون ناعمة، وقطعيها كده على البلانشة تكون ناعمة. وهعمل كده في السلق نفس النظام. طيب لو في حد في المكان بتاعه يعني او في بلده ما فيش السلق، اعملي القلقاس بخضرة بس، اللي هي الكزبرة بس، برضو بيبقى حلو قوي. يعني انا كمان اوقات لو مش موجود عندي السلق بعمله بالخضرة بس. قطعت الخضرة كده ناعم، وبعدين هجيب السلق نفس النظام بقطع العيدان، وبعدين هقطع الورق بتاعه برضو شرايح كده. انا هعملهم الاتنين مع بعض، السلق والخضرة، عشان هنحمرهم الاتنين مع بعض. فدي الخضرة احنا بنعملها هنا بحيث لو انت هتخزنيها بنفس الطريقة او هتعملي بيها القلقاس. يعني انا هنا عاملة كمية هشيل منها شوية وهعمل القلقاس اللي هعمله معاكم منها. هقطع بقى كل الخضرة اللي معايا والسلق كده بنفس النظام، وبعد كده هنروح بقى نشوف هنحمرهم ازاي. شايفين بقى شكل الخضرة وجمالها، ومتقطعة بقى ايه قطع كده صغيرة.
بعد كده هجيب طاسة كبيرة بقى او لو صينية عندك، واحط معلقتين سمنة على زيت او زبدة على زيت، بس الافضل سمنة مع زيت عشان السمنة بتساعد ان الخضرة تتحمر اسرع من الزبدة. ف وضروري برضو حتى لو انتي بتعملي بسمنة حطي معلقتين زيت مع السمنة، بيفرقوا جدا، بيخلوا الخضرة ان هي تتحمر معانا على طول وتنشف كده، ما تبقاش ان هي طرية. تحطي الخضرة في حاجة واسعة عشان تبقى متوزعة كده فيها وتتحمر معايا كويس. من وقت للتاني بفضل اقلب فيها كده، هوريكم كل مراحل التحمير بتاعتها. في الوقت ده لو لقيتيها نشفت معاكي ممكن تزودي معلقة سمنة او معلقة زيت. بديها تقليبة من وقت للتاني وبروح موزعها برضو على الطاسة كده لغاية ما تاخد معايا اللون الاخضر كده الغامق، بس ما تتحرقش، ما توصلش ان هي تتحرق عشان ما تمررش معايا. وقبل ما تكون خلاص فاضل لها دقيقتين كده بنزل بالثوم المفروم. هي كده خلاص قربت معايا، انا بوريكم المرحلة دي. في الوقت ده هدي النار وايدك فيها على طول، ما تسيبهاش عشان ممكن في لحظة تتحرق منك. هنا كان خلاص فاضل لها كده دقيقتين، رحت نزلت بمعلقتين كبار من الثوم المفروم وهشوحهم يا دوب ياخدوا كده دقيقة، لون الثوم يكون ذهبي كده معايا، وبعد كده بطفي عليها. في الوقت ده بقى مش قادرة اقول لكم ريحة بقى الخضرة والثوم وهي بتتحمر بتقلب الدنيا، يعني كله بقى بيعرف ان انتوا ايه عاملين قلقاس. هنقلب بقى ونكمل التشويحة اللي هي في الدقيقة كده اللي فاضلة. لما بتوصل معايا للون ده والثوم اخد اللون الذهبي والخضرة تحسوا ان هي بقى فيها خروشة كده، صوت خروشة ان هي اتحمرت يعني. بعد كده معاكي بقى طريقتين، يا اما تنعمي الخضرة في المطحنة الخلاط دي بتاعة التوابل، او في الهون. يعني في الهون هتاخد منك دقتين 3 كده بتكون اتنعمت معاكي. يعني معاكي ده او ده، هي كده اتحمرت معانا بس لسه خشنة شوية. لو احنا حطيناها كده على القلقاس هتبقى عاملة زي القشر كده وشكلها مش حلو. فبعد ما تحمر ملحوظة كمان تسيبيها تبرد شوية، ما تدقيهاش او كده وهي سخنة، سيبيها لما تبرد شوية. وهنا في العلب الصغيرة دي بعبي الخضرة اللي هشيلها في الفريزر. بعد كده هنيجي للقلقاس اللي احنا هنعمله بقى، وحطيت الشوربة تغلي، ودي القلقاسية التانية اللي كانت الصغيرة غسلتها برضو وبسقطها بقى على طول، مش بنشفها ولا حاجة. وطبعا القلقاس معروف انه لازم عايز شوربة دسمة شوية، يعني شوربة بط، شوربة لحمة، عشان يديكي بقى كمان الطعم الحلو. بعد ما الشوربة غلت معايا نزلت بالقلقاس اللي انا لسه غسلاه على طول، او لو عندك في الفريزر هتطلعيه من الفريزر وتحطيه في الشوربة على طول، ما تسيبوهوش يفك. يعني اللي في الفريزر تطلعيه تحطيه على طول في الشوربة. وهسيبه بقى ان هو يتسلق، وقبل ما يكون خلاص فاضله دقيقتين كده يعني هو وقت صغير وخلاص يستوي، هنزل بالخضرة اللي احنا محمرينها. حطي بقى خضرة وقلبي لغاية ما توصلي باللون الجميل اللي انت عايزاه ده. شايفين بقى شكل القلقاس، شايفين لون الخضرة؟ يعني انتوا هنا لاحظوا لون الخضرة في العلبة تلاقوه غامق عشان هي بس على بعضها، يعني مطحونة وعلى بعضها، شايفين باين ان هو لونها غامق. لكن هنا في الطبق شايفين لونها لما حطيناها على القلقاس لونها اخضر وفاتح وجميل، وشوية قلقاس يعني زي ما قال الكتاب. يبقى كده هنحتفظ بالخضرة في العلب دي في الفريزر، ممكن تاخدي منها بالمعلقة، ولو اتبقى منك هتشيليها نفس النظام، او في اكياس كده صغيرة على قد الأكلة. يعني بجد شوية قلقاس من الآخر، جربوه بنفس الطريقة دي. وما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.